ازيكم عاملين ايه؟ معاكم امير خليفة، والنهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا في الطيران اسمها الاتيتيود انديكيتور. اول حاجة، عشان نفهم يعني ايه اتيتيود انديكيتور لازم نفهم حاجة اسمها السكس باك انسترومنتس. دلوقتي لما حضرتك تدخل الطيارة السيسنا، مثلا السيسنا 172 طيارات التدريب الصغيرة، هتلاقي عندك في 6 معدات أساسية، دول اللي بنسميهم السكس باك انسترومنتس عشان هما 6. هتلاقي 3 فوق و3 تحت، منهم الاتيتيود انديكيتور. ده مهم جدا لكذا سبب. اول حاجه، الاتيتيود انديكيتور ده هو اللي بيقول لك الطياره زاويتها عامله ازاي، او بتلف كام درجه، او بتلف ازاي. وبتوريك السماء والارض. يعني دلوقتي مثلا الطياره بتاعتك، لو انت مش شايف بره، ماشي، نفترض دلوقتي انك طاير ومش شايف بره الطياره. لازم تبص على الاتيتيود انديكيتور بتاعك. هيوريك السماء وهيوريك الارض. بمعنى ان السماء هتبقى المنطقه دي عشان بس مش معايا الوان فمعرفتش اخليها زرقاء. بس في الحقيقه المنطقه دي في الاتيتيود انديكيتور بتبقى باللون الازرق، عشان بتمثل اكنها هي السماء. والمنطقه اللي تحت دي بتبقى بالبني كأنها الارض. فبيبقى عندك خط في النص اللي هو الخط ده بنسميه الارتفيشال هورايزن او الهورايزن بار. يعني ده بيوريك الخط اللي بيفرق ما بين السماء والارض. طيب مقارنه بايه؟ يعني ماشي، دي سماء ودي ارض، بس مقارنه بايه؟ مقارنه بالحته دي. شايفين الحته دي الايركرافت سيمبل. ده بيقول لك الحته دي هي اللي بتقول لك ان دي الطياره بتاعتك. دي الطياره بتاعتك في الحقيقه موقعها عامل كده. يعني مثلا دلوقتي الطياره بتاعتنا هي دي. لو لقيت الحته دي طلعت لفوق مثلا هنا، يبقى كده نعرف ايه؟ نعرف ان احنا زاويه الطياره بتاعتنا عامله كده شويه، بص على اتجاه السماء. طيب ليه ده مهم؟ ما احنا ممكن نبص بره الطياره ونعرف لو احنا باصين على السماء ولا نازلين باصين لتحت ولا ايه. ما هو المعدات دي زي الاتيتيود انديكيتور بتبقى مهمه جدا في الوقت اللي ما نقدرش نبص بره. يعني لما الطيار دلوقتي ما يقدرش يبص بره، بيكون في كونديشنز اسمها اي ام سي، Instrument Meteorological Conditions، بمعنى انه ما يقدرش يبص بره الطياره خالص، مش شايف اي حاجه بره. يعني الفيزيبيليتي بتاعته من بره الطياره مش كويسه خالص. ف فبالتالي بيحتاج يبص على المعدات بتاعته وبيعتمد عليها. يعني ده اسمه اي اف ار فلاينج، يعني ان هو انسترومنت فلاينج رولز، اللي هو ايه؟ بيبص جوه الطياره مش هيقدر يبص بره عشان مش شايف حاجه بره. فبالتالي بنحتاج ندرس الانسترومنتس دي عشان نقدر نستخدمها جوه الطياره. فزي ما كنت بقول، دي الايركرافت سيمبل اللي هي بتقول لك الطياره بتاعتك باصه لفوق ولا باصه لتحت كام درجه. فبنعرف ده مقارنه بالهورايزن، ارتفيشال هورايزن هو الخط ده. طيب ندخل بقى في الحته التانيه. المنطقه دي معناها ايه بقى؟ المنطقه دي ايه؟ كل الخطوط دي ومعناها ايه بالظبط؟ دي بتقول لك الطياره بتاعتك بتلف بنك كام درجه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي اول حاجه خلونا نعرف ان الاتيتيود انديكيتور مش بس بيقول لنا الطياره عامله كده مقارنه بالسماء والارض كام درجه، ولا باصه لفوق ولا تحت. لا، الاتيتيود انديكيتور ده برضو بيقول لنا الطياره بتلف ازاي كام درجه. يعني ممكن مثلا الطياره تبقى بتلف يمين وباصه لفوق. هنعرف ده ازاي لو احنا مش شايفين بره الطياره؟ على طول نبص على الاتيتيود انديكيتور، هتلاقوا ان الحته دي طالعه لفوق ولفه يمين، هتلاقوها كده مايله يمين. كده نعرف ان احنا لافين يمين، وبرده بنبص وبرده الطياره بتبص لفوق مقارنه بالهورايزن. طيب الحته دي معناها ايه؟ المنطقه دي
هي اللي بتورينا البنك بتاع الطياره. يعني ايه البنك؟ خلونا نرجع هنا عشان نفهم يعني ايه بنك. دلوقتي في 3 حاجات في الطيران لازم نفهمها. في حاجه اسمها بنك، اللي هو الطياره لما تكون بتلف بالطريقه دي، اللفه دي، الزاويه دي بنسميها بنك. اوكي. في حاجه تانية اسمها بيتش. بيتش يعني لفوق وتحت. اوكي. يعني مثلا لما اجي اقول 5 degrees pitch، يعني كده 5 درجات بيتش لو انا طالع لفوق، او ممكن تبقى بيتش داون يعني لو انا نازل لتحت كده بالطريقه دي. البنك بيبقى كده، البيتش بيبقى كده. في بقى حاجه ثالثه هي اليا. اليا يعني كده بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. اوكي. طيب دلوقتي البنك بتاعنا هنعرف ازاي كام درجة، او هنعرف احنا بنلف يمين ولا شمال البنك بتاعنا منين؟ برضو من الاتيتيود انديكيتور، من المنطقة دي. زي ما انتم شايفين الحتة دي هي المثلث ده هو اللي بيورينا الطيارة بتلف البنك بتاعها كام درجة. يعني مثلا دلوقتي لو الطيارة بتاعتنا بتلف كده شويه، مثلا 10 درجات، نقول 10 ديجريز مثلا، هتلاقوا ان الحته دي راحت لفت، راحت اليمين كده، وقفت عند ال 10 ديجريز بانك. ماشي. كده نعرف ان البانك بتاعنا يبقى 10 ديجريز، يعني احنا بنلف يمين 10 درجات. نفس الحاجه برضو على الشمال، لو هي راحت على الخط اول خط صغير ده، البتاع دي راحت هنا، يبقى كده نعرف ان احنا بنلف شمال 10 ديجريز، البنك بتاعنا 10 ديجريز. اوكي. نفس الحاجه لو كملنا دي ال 20 ديجريز 20 درجه، ودي 30 ديجريز اللي هي الطويله دي. وبعد كده عندنا 45 درجه، يعني لو المثلث ده راح هنا كده احنا على 45 درجه على اليمين. ولو راح هنا 60 ديجريز، دي طبعا عالي جدا. المثلث ده هيروح هناك. اوكي. فمن الاخر بكل بساطه المنطقه دي هي اللي بتقول لنا البنك بتاعنا كام درجه، بنك الطياره لافف كام درجه. ماشي. عندنا برضو الحته دي اللي بتقول لنا البيتش بتاع الطياره كام درجه. يعني البيتش زي ما احنا قلنا هو ده، فوق وتحت. فالطياره بتاعتنا اللي هي ايه، الايركرافت سيمبل، المنطقه دي، الحته دي، لو لقيناها طلعت مثلا عند 10 ديجريز مثلا، هتلاقوا ان الحته دي طلعت هنا، يبقى كده معناها ان الطياره طالعه لفوق 10 درجات فوق الهورايزن. ماشي. يعني فوق الهورايزن هو الخط ده. الخط ده هو برضه اللي بيفصل السماء والارض في الحقيقه، هو بيفصل السماء والارض، ده بنسميه الهورايزن. اوكي. ده برضه الارتفيشال هورايزن هو اللي بيبقى جوه الاتيتيود انديكيتور. عندنا برضه لو احنا نازلين لتحت، يبقى برضه هتلاقوا الحته دي نازله لتحت، يبقى كده من بيتش داون الدرجه اللي مكتوبه هنا، سواء 20 15 degrees 10 degrees 5 degrees وهكذا. فبكل بساطه هو ده الاتيتيود انديكيتور. هو مش صعب خالص يتفهم، سهل جدا. زي ما انتم شايفين عرفنا المنطقه دي بتاعت البنك انديكيشن، وده الارتفيشال هورايزن، وده البيتش بيورينا البيتش الطياره طالعه كده او كده كام درجه. ودي الايركرافت سيمبل، ده بيمثل الطياره في الحقيقه مكانها فين مقارنه بكل الحاجات دي. وبس. قلنا برضو ان بيتش كده، بصوا بيتش كده، بانك كده، ويا كده. بس كده. لو عندكم اي اسئله ما تنسوش تعملوا كومنت. اتمنى ان الفيديو ده يكون فادكم بحاجه وتعلمتوا حاجه جديده النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان اكمل انزل لكم فيديوهات زي دي. وشكرا جدا، اشوفكم في الفيديو الجاي. كان معاكم كابتن امير، مع السلامه.